انا قلت نعم للدستور عشان رفع الدعم الدولة في الدستور للتعليم بنسبة 1% ورفضه للمحاكمات العسكرية. انا قلت نعم للدستور عشان حال البلد يمشي. انا قلت نعم للدستور عشان البلد تستريح. انا قلت نعم للدستور عشان الاستقرار، عشان البلد تمشي في امان ويعيش السيسي ويعيش القوات المسلحة والشرطة. يا عين. انا قلت نعم اولا للدستور، وقلت لا للارهاب، قلت نعم للاستقرار، نعم للسيسي، نعم لمصر، لان الدستور ده دستور عظيم، احسن دستور اتعمل في التاريخ الدستور دوت. واحنا كشعب بورسعيد بنقول نعم للدستور والف نعم للسيسي. انا قلت نعم في الدستور علشان الاخوان الارهابيين يكونوا على البلد، لان احنا بقينا عايشين العمليات الارهابيه، كل شويه يطلعوا لا يقتلوا في الجيش، يقتلوا في الشعب، يقتلوا في الداخليه، كده كتير قوي. ما يستاهلوش الناس دي، لان الناس دي نعم للدستور ونعم للسيسي ورجال السيسي. واحنا عايزين السيسي يبقى رئيس لمصر. احنا عايزين السيسي يبقى رئيس لمصر. يا حاج دمهم يا سيسي. بقول لك يا سيسي دوس واحنا معاك من غير فلوس. دمهم. ونزلنا النهارده علشان اخواتنا الشهداء اللي ماتوا والبيوت اللي اتقفلت واولادها اتيتمت بسبب الناس اللي ما عندهاش ضمير. وخلاص ما عندناش عايزين مش عايزين خرفان ولا عايزين ارهاب، عايزين نصر ويسقط الارهاب ويسقط العملاء ويسقط الارهاب. نعم للدستور. ليه بقى؟ نعم للدستور. ليه؟ عشان بس تمشي نبقى كويسين وكفايه دم ويمشي بالسلامه وهو واخواته الحراميه الخرفان. قلت نعم عشان الجيش وعشان السيسي راجل، ويحيى الشعب كله والجيش والحكومه. انا قلت نعم علشان البلد تستقر والبلد حالها يبقى كويس والناس تبقى حلوه وتمشي في امان وتمشي في خير ان شاء الله باذن الله يا رب. واحنا مع السيسي برضه ان شاء الله. انا قلت نعم للدستور عشان مصر وعشان شباب مصر وجيش مصر، عشان مصر تبقى كويسه واستقرار ونعيش في امان. عشان نخرج في امان ونمشي في امان، وربنا يحمي مصر وجيشها وشبابها وتكريمهم يا رب. نعم للسيسي، نعم للسيسي، نعم لمصر. انت عايز تقول ايه بقى؟ نعم ليه؟ نعم للدستور. ليه بقى؟ ليه عايز تقول نعم؟ عشان مصر تبقى كويسه. شوفي بقى. لا احنا جايين النهارده علشان نقول نعم للدستور، نعم لشعب مصر العظيم، ونعم للسيسي، ونفرج الاخوان ان شعب مصر عنده اراده قويه، وشعب مصر ما بيتهزش من الارهاب. شعب مصر ثورة 30 يوم مش انقلاب عسكري، ثورة 30 يوم ثورة شعبية، إرادة شعبية، والسيسي واقف جنب إرادة الشعب. واحنا بنقول مليون نعم للفريق السيسي. وانا عايزه اقول حاجه، نعم للدستور ومليون نعم للدستور. بنحبك يا سيسي. عايزه تقول ايه؟ انا عايزه اقول انا قلت نعم عشان فريق السيسي وعشان مصر تمشي، البلد تمشي، وعشان نقول لا للارهاب. وثورة 30 كانت ثورة ما كانتش انقلاب. مش انقلاب. بنحبك يا سيسي قوي. وانا انت عايز تقول ايه؟ انا بقول نعم الاستقرار البلاد. استقرار البلاد. طب انت عايزه تقول ايه بقى؟ نعم للدستور مليون نعم. انا بنتخب عشان الدنيا تقعد والاستقرار والدنيا تبقى الحال والجيش حبيبني والسيسي حبيبني، الدنيا تقعد على حالها كده، لما واقفه على حالها تقعد وترجع. نعم لسيادة الفريق السيسي. نعم والف نعم للفريق السيسي. نعم ومليون نعم. ومليون نعم والف نعم للفريق الفريق الاول. قلت نعم عشان استقرار بلدنا وامتدادا لثورة بلدنا العظيمة 30 يوليو، ونقول له بنحبك يا سيسي، مش هرضى بغيرك يكون رئيسي، وبقول لي يا سيسي بقلبي هحبيك وبروحي هفديك. قلت نعم للدستور علشان بلدي، علشان مصر ترجع تاني، علشان الشرطة ترجع تاني، علشان جيش بلادي، علشان السيسي عايزينه يبقى رئيس. انا قلت نعم علشان انا مع السيسي حبيبي،
حبيب الملايين واقول ان هو يبقى رئيس. أنا بقول نعم لاستقرار البلد، بقول نعم علشان مصر ترجع لنا تاني، بقول نعم علشان عايزة الفريق السيسي يبقى رئيس. أنا بقول نعم علشان نحارب الإرهاب. أنا بقول نعم عشان السيسي يبقى رئيس. أنا بقول نعم علشان استقرار البلد. نعم للدستور عشان البلاد تستقر ويبقى الحال احسن من اللي احنا فيه ان شاء الله. انا قلت نعم للدستور عشان مصر ترجع زي ما كانت تاني وتبقى مصر حلوه وما يرجعش الارهاب اللي كان موجود فيها، الناس تعيش في امان لان احنا ما كناش عايشين في امان ولا كنا بنمشي في امان خالص. احنا عايزين نرجع مصر القويه الحلوه بارادتها وباراده شعبها، ويا رب مصر تبقى كويسه احلى من الاول باذن الله، لان السيسي هو اللي ادى اراده للشعب، وباذن الله بالسيسي برضه هترجع للشعب احسن وهتبقى اقوى وهتبقى مصر القويه اللي احسن منها ما فيش فكريه ونرجع اخوه ونرجع كلنا اخوه مع بعض حابين مفيش فرق على بين الخير مسيحي ولا مسلم في النهوض دي بدعه جت في الاخر خالص للنهوض بمصر عملها الارهابيين، لكن احنا شعب طول عمرنا حلو مع بعضه وبنحب بعض وبناكل في طبق واحد مع بعض. ايوه ونتمنى نرجع الاسره المصريه بتاعت زمان. يعني انا ليا زمايلي مش من ديني بس انا بحبهم وهم بيحبوني وبجاملهم وبيجاملوني، واحنا مصر الحلوه اللي هترجع تاني حلوه زي ما كانت وتبقى احلى ان شاء الله كمان من الاول. نفسي البلد تبقى احسن ونفسي اشعر بالامان. اكتر حاجه كنت في نفسي الفتره الجايه تكون البلد رجعت تاني بتاعتنا، ان احنا دلوقتي احنا عايزين نحس ان الناس كلها عواد مفيش تفرقه بينا. اهم حاجه تبقى الامان ونفسي نرجع. حضرتك عرفت ان الدستور فيه مواد بترصف المرأة؟ طبعا كنا برضه محتاجينها لان المرأة عليها عامل جامد في المجتمع، ويمكن مشاركتها كانت اكتر يعني اكتر باينة جدا في الانتخابات بتاع الدستور وفي الانتخابات قبل كده، فهي لها دور فعال فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فرحانة جدا النهاردة وأنا جاية من آخر الدنيا، جاية من لوس أنجلوس مخصوص عشان أشارك اليومين الحلوين اللي ربنا إن شاء الله هينصر مصر بيها، وكنت حاسة بده كله وأنا بره، وإن شاء الله ربنا هينصر مصر. كلمة نعم ما اقدرش اقول لكم ليه، لان حب بلدي ليا اكتر من الدنيا دي كلها، لان مصر ام الدنيا. انا قلت نعم للدستور عشان في استقرار للبلد وفي سلام للشباب والاولاد والستات والرجاله، وفيها كمان مصالح الام والاسره والشباب. انا قلت نعم للدستور عشان استقرار البلد وعلشان ولادنا، والدستور ده كويس قوي لينا احسن من الدستور اللي فات بكتير، والمرأة